اللهم صل على محمد وآل محمد. هلو يا لوز، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. حبيت أقدم لكم طبق البانكيك على طريقتي، إن شاء الله يا رب يعجبكم. مثل ما تشوفون المنظر، شكله روعة وطعمه بعد أروع. بنات، أنا الطريقة اللي حسويها بكوب واحد فقط طحين وبيضة واحدة فقط، لا بيضتين ولا وبزيت بدون زبد. هواي أشوف وصفات أو بنات أشوفهم ينزلون الوصفات يذكرون إنه البانكيك ما ينجح بدون زبد. أني لا، اليوم قدامكم حسوي الوصفة وتشوفوها. مثل ما تشوفون المكونات، عندي طحين، استخدمت الفاخر، زيت، حليب، شكر، واستخدمت فانيلا وبيكنج باودر وبيضة واحدة. مثل ما تشوفون استخدمت هذه للقياس. نزلت لكم اياها في فيديو المشتريات، قلت لكم سعرها 1000 دينار. هاي تجي 6 قطع. المقادير بالضبط هي سكر 3 ملاعق، وإذا تردون تزيدون بعد حسب الرغبة. 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر، و1 ملعقة كبيرة فانيلا مثل ما تشوفون. واستخدمت 2 زيت، 2 ملعقتين زيت. واستخدمت هذا باكيت الحليب، أخذت من عنده 2. هسه تشوفون ما استخدمتهم كلهم. وعندي أشياء للتزيين، فراولة من هذا الغندور أو الM&M's، شو تسمونه انتو، وهذا النوع من الشوكليت على شكل دب. هذا الشوكليت اللي قلت لكم عليه شكله حلو ولطيف. بعد التزيين عليكم، أو تحبونه سادة براحتكم، أو ضيفوا له عسل. وهاي بنات همين نزلتها بفيديو المشتريات، سعرها 1000 دينار هي والكاسة. وعندي هذا المنخل خلص بيه الطحين، همات سعره 1000. أول شي أبلش بيه هو البيضة، مثل ما تشوفون بكاسة. وضفت البيضة. أشوف أخاف بيها شي أو هاي أغيرها. حضيف قلت لكم هنا السكر أو الشكر 3 ملاعق كبار. وبعدها حضيف الفانيلا وحخلطهم بطريقة زينة. تردون تستخدمون الخفاق اليدوي أو الخفاق الكهربائي، هاي براحتكم. اثنيناتهم يعني يشتغلون بطريقة حلوة على البانكيك. مثل ما تشوفون حبلش أخلط بالبيض والسكر، أو بلهجتنا احنا العامية العراقيين بيض وشكر. بيضة كاملة أخفقها ويا الشكر لحد ما يذوب الشكر عندكم. هسه مثل ما تشوفون قدامكم بنات، ترى طريقة جدا سهلة وما يحتاج لها يعني أي شي. وإن شاء الله تجربون الطريقة وتشوفونها شلون. البانكيك هيجي قطنة قطنة، العجينة جدا ناجحة ومضبوطة. استمر بالخفق مثل ما تشوفون، ماكو يعني تقريبا دقيقة، هيجي دقيقتين خفق، أقل حتى من دقيقتين. حضيف هسه الزيت اللي هو قلنا ملعقتين كبار زيت، وأخلطهم كل زين وبقية المكونات اللي هي البيض والشكر والفانيلا. شوفوا الخفق مالته حتى اللون يتغير، لون المزيج أو لون البيض. هسه حضيف هذا 1 كوب من الطحين، طبعا ناخلته. وأضيف شوية شوية، ما أضيف كل الكمية وتتكتل عندي، مثل ما تشوفون الطريقة قدامكم. هسه حضيف الكمية الباقية. حضيف الحليب بنات. استخدمت هذا الحليب اللي هو الباكيتات. إذا حابين تستخدمون الباودر، خاشوقتين حليب باودر بكوب مي وتخلطوهم سوية، للي ما عنده من هذا الحليب أو ما متوفر عنده. اللي احتاجيته من هذا الحليب هو ذول الباكيتين.
أضيف الحليب بالتدريج حتى أعرف وش قد يحتاج. ما بنات قلت لكم هذا الحليب اللي هو الكوب 1 حليب، هنا مثل ما تشوفون حضيفه، ما راح أضيفه كله، أضيفه بالتدريج لحد ما أحصل على خليط متجانس قوامه مضبوط. شوية شوية بنات حتى لا تتلفون. باعوا له شوفوا شلون. طبعا قوام البانكيك بنات مو خفيف ولا كل ثخين، لا يكون وسط. شلون أوصلكم الفكرة؟ شلون اللبن أضخم من عنده. مرة بالخفق هم تقريبا يعني أقل من دقيقة مثل ما تشوفون. باعوا شوفوا القوام. بنات حسب الطحين، إذا تستخدمون غير نوعية ممكن يحتاج حليب أكثر أو ممكن يحتاج حليب أقل. بقى كمية الحليب أو مقدار الحليب حسب نوع الطحين اللي تستخدمونه. بس أهم شي عندكم تشوفون نفس القوام اللي موجود هسه قدامكم، لا خفيف ولا ثخين، وسط مثل ما تشوفون. بنات هنا بالشوكة أحرك الخليط، إذا كان بقايا طحين أو تكتلات طحين أحركها ويا الخليط، أمزجها. هاي هنا شوفوا تأكدت إنه ماكو أي بقايا أو أي تكتلات من الطحين. بنات خطوة جدا مهمة إنه تخلطون المزيج بطريقة حلوة بطريقة مضبوطة، يعني ماكو تكتلات ماكو بقايا طحين أو السكر مذايب، لأن ما راح تنجح عندك الطريقة، وحرامات طريقة سهلة وسريعة وبسيطة. بنات مثل ما تشوفون البيكنج باودر لحد الآن ما ضفته، حضيفه بآخر خطوة. من أمزج كل المكونات أضيف البيكنج باودر. باعولي شوفوا وصل لهذا القوام عندي، حضيف البيكنج باودر اللي هو قلت ملعقة كبيرة واحدة. باعوا بنات شوفوا شلون طريقة الخلط، ما أخلطه بطريقة عشوائية، لا باتجاه واحد حتى يساعد لي ما يخرب عندي مفعول البيكنج باودر. باعوا شوف باتجاه واحد. حضرت هنا الطاوة، طاوة نوعيتها زينة ما تلزق بيها الأشياء. أخليها على درجة حرارة عالية. بنات أهم خطوة إنه الطاوة اللي تستخدمونها أو المقلاة اللي تستخدمونها تكون حامية، حرارتها عالية. شوفوا استخدمت هاي الأداة أشيل بيها البانكيك، وإذا عندكم بعد أداة ثانية مسطحة تكون بعد أفضل. بنات أهم خطوة قلنا هي إنه الطاوة تكون حامية أو المقلاة تكون حامية. تضيفون خليط البانكيك، توصلون درجة الحرارة للمتوسطة، يعني الاستواء يكون على درجة حرارة متوسطة. بنات استخدمت هاي الأكواب القياس، هي اللي ضفت بيها الخليط للمقلاة. تردون الكبير، تردون الحجم الصغير، تردون الوسط براحتكم. اللي ما متوفر يمه أكواب القياس هاي براحته، يعني يقدر يستخدم ملعقة تكون شوية دائرية أو يستخدم الشمشة، هم يعني تنطي شكل حلو. وانتوا تتحكمون بيها هسه مثل ما شفتوا، تتحكمون بحجمها. شوف هسه أنا بالقياس الصغير، بس شوفوا شلون صارت وسط، لأن ضفت كمية كبيرة فانمدت العجينة بالطاوة. هسه بنات هنا حتشوفون شلون حتبلش الفقاعات تطلع. باعوا بنات شوفوا من كل الاتجاهات تبلش الفقاعات. باعوها، باعوا شوفوا الفقاعات. قلت لكم أشيلها بهاي الأداة اللي راويتكم إياها هاي، أو تردون بعد أفضل تكون.
بسهولة تقلبون البانكيك على الجهة الثانية، تستخدمون نفس هاي بس تكون مسطحة بعد أكثر. هنا بنات أنا البانكيك أحب يعني أحمصه من كل الاتجاهات، ما أحب يعني إنه جهة تختلف عن جهة مثل ما تشوفون، فأخليها بالطاوة باعوا على الطرف من كل الاتجاهات حتى تحمص أو شكلها يصير أحلى وأطيب. باعوا شوفوا هسه هنا الأطراف مالتها تصير كلش لذيذة من تتحمص، يعني أطيب الصراحة من المطاعم هاي الطريقة. شوفوا مثل ما تشوفون. حبلش لكم ثانية، وبنات بين وحدة والثانية أو 3 أو 4 يعني من أشوف مثلا الطاوة شوية تلفت أمسحها بكلنسة. هاي هنا بلشت هسه هنا تطلع الفقاعات، وقلت لكم الحجم انتو تتحكمون بيه، تردون يعني حجم كبير صغير أو وسط براحتكم. بالإضافة تقدرون تتحكمون بالحجم بطريقة صب الخليط. يعني سهلة إذا عندكم هسه طاوة مثل هاي أو طاوة ما تلزق الأشياء بيها، بسهولة تقدرون تحركوها، تغيرون مكانها، تحولوها، تحمصون أطرافها. شوفوا بنات النفشة مالتها هاي من البيكنج باودر، لا تحتاج زبد ولا أي شي. بقى شوفوا بنات، قلت لكم احنا نحب تكون يعني محمصة من كل الاتجاهات، أو درجة الاستواء يعني من كل الاتجاهات نفس الشي. هاي بنات شوفوا تقدرون انتم اذا حجم صغير تضيفون اكثر من قطعة بالطاوة. قلنا بنات تعرفون انه قطعة البانكيك استوت من تشوفون هاي الفقاعات بدأت تطلع عندكم، تقلبوها على الجهة الثانية. شوفوا هذا اللي اقولكم عليه، انه من كل الاتجاهات تكون مستوية، كل الاتجاهات بنفس درجة الاستواء. شوفوا هاي اللاخ طلعت الفقاعات، تقدرون قلت لكم تنظفونه بكلينسر بطريقة كلش سهلة. تردون يعني حتى لون البانكيك يصير يعني شوية أخف عندكم. أول ما تبدي تطلع الفقاعات تقلبوها على الجهة الثانية. بنات أهم شي تقلبوها على الجهة الثانية بطريقة سهلة، يعني بطريقة سلسة حتى لا تنمرد عندكم وتخرب. وقلت لكم أهم شي الأداة اللي تشيلون بيها البانكيك. شوفوا بنات، أخليها على جانب الطاوة حتى كل جوانب البانكيك تستوي مثل ما قلنا بنفس الدرجة. شوفوها شلون قطنة قطنة، يعني تقدرون أصلا تكبونها بإيدكم حتى وهي بالطاوة. هاي بنات الخطوة اختيارية، خطوة الجوانب إنه تحمصوها وتخلونها بنفس درجة الاستواء. هاي براحتكم إذا حابين تسوون هاي الطريقة، أو حابين لا مجرد إنه تقلبوها على الجهة الثانية وخلاص تستوي وتشيلوها. هاي إذا تردوها لهذا المستوى أو تردونها بعد تحمص أكثر، أو مباشرة مجرد ما تستوي الجهة الأولى والثانية تقدرون تشيلوها،
ماكو داعي للجوانب. بس هاي احنا نحبها بهاي الطريقة، تطلع لذيذة الصراحة. بنات، من الحلويات اللي أحبها هو البان كيك، استخدمه الصبح كريوق، جدا لذيذ. وي خاشوقة، تضيفون له خاشوقة عسل أو نيوتيلا أو أي شوكولاتة تحبونه، أو سادة بدون أي شي. تردون العصاري، تردونه تكون مناسبة تحضرونه قبل يوم وتحفظونه، والثاني يوم تقدرون تزينونه. تخلون له مثلا شوكليت، تخلون له عسل، تخلون له أي شي براحتكم. بنات، أنا سويت هنا أكثر من أحجام، الصغير والوسط والكبير، بعد حسب رغبتكم تسوون حجم صغير، حجم كبير، أو حجم وسط براحتكم. أنا للتصوير سويت أكثر من حجم حتى أراويكم إياه. ومثل ما قلت لكم أنتم تتحكمون بالحجم. ثبتتها بالملعقة حتى كل الجوانب تستوي. وهاي وحدة ثانية حسويكم إياها، حجم الكبير. مثل ما قلت لكم بنات، الاستواء يكون على نار متوسطة. هسه طلعت كل الفقاعات، حشيلها أقلبها على الجهة الثانية. وكملنا. شوفوا لي بنات، شوفوا لي الشكل، شوفوا لي باعوا لي عبالة قطنة، لا زبد ولا بيضتين ولا شي، بيضة وحدة وملعقتين زيت. هسه حزينها وياكم مثل ما قلنا. شوفوا بنات، أعلمكم فد هيج تبس بسيط أو أنتم تعرفونه، بس للي ما تعرفه إذا حابة مثلا تثبتين أشياء. هسه شلون أنا أريد البانكيك أثبته، ثبته بهذا العواد مالت الأسنان. استخدمت الفراولة. انتم شنو حابين، مثل ما قلت لكم تردونه بانكيك سادة، تردونه عسل، تردون نيوتيلا أو أي شوكليت انتم حابينه. بقت طريقة التزيين هاي عليكم انتم، حسب رغبتكم، حسب اللي تحبونه. بس الفراولة والبانكيك يعني طعم روعة. بدي أضيف عليها نيوتيلا. إذا جامدة عندكم تقدرون تخلون يعني بالمايكروويف أو جدر بماي، وتخلون العلبة مالت النيوتيلا بيه بس تذوب. شوفوا هنا أنا حراويكم من الجانب. بنات، جربوا هالطريقة وشوفوا شلون يطلع عندكم مضبوط، وطعمه فد شي يعني طعمه جدا لذيذ. بنات جربوها وحتشوفون شلون الطريقة سهلة وناجحة عندكم من أول مرة تضبطوها. منتظرة تعليقاتكم حبايبي، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة بفيديو المشتريات بالفيديو السابق. بنات، هنا هذا الشوكلت شكله كلش حلو على شكل دوب، باعوا حسبته هنا، بس الصراحة وأنا أشتغل نسيته موجود يمي، فمن الحرارة شوية ساح. وهنا أحلى بان كيك وأطيب بان كيك لعيونكم، وعلينا وعليكم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. إن شاء الله تجربوها للطريقة وشوفوها شلون طريقة ناجحة وسهلة وبسيطة ومكوناتها مضبوطة، تضبط وياكم من أول مرة. وأحب أشكركم على مشاهداتكم وعلى لايكاتكم وعلى تعليقاتكم الحلوة اللي تنطي طاقة إيجابية وترفع المعنويات. شكرا حبايبي. شوفوا بنات كمية البانكيك اللي حصلتها من كوب واحد طحين وبيضة واحدة، تقريبا صاروا عندي 13 قطعة.
صراحة أطيب وألذ وأنظف من المطاعم والكافيهات. صدقوني بنات، هاي الطريقة بنات ألذ وأطيب الصراحة وأنظف من اللي يقدموها بالكافيهات والمطاعم، وإن شاء الله تجربوها تتأكدون بنفسكم.